احنا مش هنخلص بالطريقه دي، مش هنخلص. انا بقول لك اهو. بس اقعدي استريحي الاول، استريحي وابقي اتكلمي على كيفك، ما تنهجيش، صدرك تعبان منك ومن فصولك وعمايلك، رمي عليا كل حاجه. انت مديني فرصه استريح. واحده غيرك كانت تقعد تتكلم بهداوه. المفروض انك ست متعلمه وعاقله تتكلمي بهداوه. انت مخليني اعرف اتكلم ولا اتحدث؟ اتكلمي على كيفك بس وانت مستريحه، انا قلبي عليكي. يا شيخ بقى انت قلبك عليا انت؟ امال قلبي على مين؟ قلبك على جيبك. ان جيت للحق جيبي هو اللي على قلبي. دمك خفيف قوي. انت فاكراني بهزر؟ عاوز تقول ايه يعني؟ قصدك تقول ايه بس؟ اقعدي بس واستريحي يا بنت الناس الطيبين. ما تجيبش سيره اهلي. انا ما جبت سيره حد. ايه اللي اشتريتيه دلوقتي؟ اظن فاكرني اشتريت حاجه لنفسي. يا ستي انا اكره انك تشتري حاجه لنفسك. امال بتسال ليه بس؟ عاوز اعرف بس سبب الزعيق والزعل والغضب اللي انت فيه ده. انا لا زعلانه ولا غضبانه ولا بزعل. كده؟ زهقت قلت ايه بس؟ ولا حاجه، الحق عليا انا. طبعا الحق عليك. امال عايز تجيب الحق عليا كمان؟ بس فهميني ايه الحكايه يا بنت الناس الطيبين. مالكش دعوه باهلي، قلت لك 100 مره مالكش دعوه بعيني. ماما. ايوه يا حبيبتي. ايه يا سوسي؟ عاوزه اوري دادا الفستان الجديد يا ماما. فين الفستان الجديد؟ هنا يا ماما. ها هنا فستاني. هو ده. دادا استني. الفستان بتاعي ماليش دعوه اوريه لدادا. يا حبيبتي استني لحسن بابا زعلان اللي جبت لكم قماشات الصيف. ها انت زعلان يا بابا؟ بتقولي الكلام ده ازاي للبنت يا ثريا؟ تعالي هنا يا سوسو. ما تزعلش يا بابا، مش عاوزه فساتين جديد. استني هنا يا سوسو. فين فستانها؟ فين قماش فستان البنت؟ قدامك مع هدوم اخواتها ومع فانيلاتك وشراباتك اهو. ايوه هو ده. خدي يا حبيبتي، خدي وري فستانك لده. خدي يا سوسو قماش فستانك، خدي يا حبيبتي. انت زعلان يا بابا عشان ماما جابت لي قماش الفستان؟ ما احنا جبنا لك انت كمان فانيلات وشرابات. خدي يا حبيبتي انا مش زعلان. خدي قماشتك يا حلو، روح وريها لدادا. دادا كده يا ثريا بقى انا زعلان؟ ايوه زعلان. عاوزني اعلم الاولاد الكذب من صغرهم؟ انت مش زعلان اللي اشتريت لهم قماش هدومهم الجديده؟ مش دي الحقيقه؟ انا ازعل لما اولادي ينكسوا؟ بتقولي الكلام ده ازاي يا ثريا؟ شوف يا عبد الحميد، انا ما جبتش لنفسي حاجه، كل اللي جبته ليك وليهم بس. يا ست تعيشي وتجيبي. مش المفروض ان انا اللي اجيب هدوم الصيف كمان؟ كفايه ماهيتي كلها بتضيع في مصروف البيت. معنى كده ان انا بصرف ماهيتي في القمار؟ امال انا ماهيتي بتضيع فين؟ اسال نفسك. اسال نفسي ازاي؟ مش انت اللي بتصرفيها بايديكي؟ على بيتك وعلى اولادك. الحمد لله اللي قلتيها بلسانك. لكن انت ما بتساعدنيش. اساعدك على ايه؟ مصروف ايدك اكتر من مصروف البيت، انت بتاخد نص ماهيتك في ايدك. بقى ده اسمه كلام يا عالم؟ طب وانت ماهيتك بتروح فين؟ بحوشها اهو زي ما انت شايف في هدومك وهدوم اولادك. بتعيطي حضرتك يا استاذه؟ امال عاوزني اضحك يا بيه؟ حتى مش هين عليك تدفع اجرة تفصيل هدوم الصيف، هدومك وهدوم اولادك. بقى الحكايه كده. المحفظه اهي، اتفضلي. خد اللي فيها ده كل مره، حرام تفرطي في دموعك الغاليه. خد حق التفصيل، خد اللي على كيفك. المحفظه اهي، انا هطلع من هدومي. بقى ده معقول يا عبد الحميد؟ ما يفضلش معاك من ماهية الشهر كلها غير 5 جنيه؟ وهي ماهية الشهر كلها كام جنيه يا سفاهة؟ انا هعمل لك زي ما بعمل مع اختك. المحفظة اهي، شوف انت اللي فيها بنفسك. المحفظة اهي، انا هطلع من هدومي. حاجة عجيبة. بس اقعد واهدى. لكن انا شايف معاك فلوس كتير امبارح. ما هو علشان كده بوريك المحفظة يا سفاهة. كانوا 8 قبل المفاجأة الأخيرة. مفاجأة ايه؟ مفاجأة الست أختك الأستاذة. مفاجأة تفصيل هدوم الصيف للأولاد. 3 جنيه طلعوا من جيبي يتنططوا جنيه ورا جنيه. خدتهم بإيدها الكريم. كل شهر مفاجأة جديدة. الشهر اللي فات 4 جنيه ونص مفرشين جداد للسراير بمناسبة دخول الصيف. الشهر اللي قبله آخر قسط في الثلاجة وأنا اللي لازم أدفعه، صيف وشتاء على مدار السنة. إن ما دفعتش تعيط. ليه؟ علشان إيه؟ مصروف إيدي أنا أكثر من مصروف البيت. لازم تطلع له مفاجأة تنقص له النص كل شهر. برضه لازم تعاونها. أنا اللي عاونها ولا هي اللي تعاوني؟
هي مش لها ماهية زي ما انا ليه ماهية؟ البيت اللي احنا عايشين فيه ده مش بيتها وبيتي، الاولاد اللي مخلفينهم دول ولادي انا لوحدي. برضو انت الراجل وانت المسؤول اساسا. ما هو طبعا هو ده معقولة تفهمي انك تيجي معايا ضد اختك؟ بس المهم ولا على ايه؟ انا ما حلتيش غير الصبر. ما ينفعش الكلام ده يا عبد الحميد. انا مش جاي اشتكي لك من اختك يا فهمي، انا بس جاي اسجل لك المفاجآت علشان في الاخر ما اطلعش غلطان وتجيبوا الحق عليا. الاخر ازاي؟ يعني لما سوريا تغضب وتاخد الاولاد وتيجي عند حضرتك او تروح للست والدتها تبقوا على علم بكل حاجه. الحقيقه انا مش قادر اتكلم يا عبد الحميد. هقول لك ايه، يكون حد حسدكم انت وسوريا؟ هيحسدونا بس على ايه؟ ازاي؟ دول ماهيتين يا حبيبي ابرك من ماهيه واحده، وبقالكم مع بعض 5 سنين. 6 سنين. 6 سنين سمنة على العسل ومش عاوز تتحزم؟ يا سلام، يعني كان لازم ننحسد من بدري عن كده. طب ايه رأيك لو قلت لك انه بقى سمن بس من غير عسل، ما فيش اي عسل خالص؟ قصدك ايه يا عبد الحميد؟ عاوزني افهم ان سوريا بتحوش ماهيتها وبتبخل على بيتها واولادها؟ انا ما قلتش كده يا ابو الافهام. امال ايه الحكايه؟ طول ال5 سنين اللي فاتوا انا اللي بصرف وبدفع وبستلف واسدد. ماهيتي هي اللي بتتعصر عصر زي هدوم الغسيل والمكنه شغاله. مكنه ايه؟ مكنه العيشه. كل حاجه انا اللي بجيبها، كل حاجه انا اللي مسؤول عنها وبدفعها، من ابره الخياطه لثلاجه الكهرباء. ازاي؟ امال سوريا بتودي ماهيتها فين؟ بتصرفها على البيت. الله، عجيبه. يبقى ايه اللي مزعلك بقى يا عبد الحميد؟ هو انا زعلان؟ ابدا، انا مش زعلان يا فهمي. انا فاكر يا عبد الحميد انكم السنه اللي فاتت اختلفتم انتوا وسوريا. اتفقنا على حل ومشينا عليه كويس. 24 قيراط سمنة على عسل زي ما انت بتقول. امال ايه اللي جد؟ اللي جد واستجد الست اختك الاستاذة مستكترة عليا مصروف جيبي، ضروري كل شهر تطلع لي بمفاجأة علشان تقص الزيادة. علاوة الغلا اللي خدتها المصروف ايدي. عن اذنك ارد على التليفون دقيقة واحدة. اتفضل. الو، مين؟ ايوه، عندك ومعاه الاولاد؟ ازاي؟ عبد الحميد معايا اهو. ابدا مفيش اي حاجة، مجرد كلام. ما قاليش زعلان. هشوف اسأله طبعا. اما عجيبة، انت عارف دي مين؟ الست حماتي، حاجة واضحة. دي سرايا عندها بالاولاد وغضبانة منك. لازم في مفاجأة جديدة. انا خلاص ما عادش فيا اعصاب للمفاجآت. اختك ممتازة في الحرب الباردة. تفتكر سرايا زعلانة ليه؟ لازم علشان ما خدتش بقية اللي في المحفظة. ولا هقول اي حاجة، خليه هو اللي يتكلم. اتكلم يا سي عبد الحميد. انا اخرس ما بتكلمش، ما بعرفش اتكلم، فقدت النطق. قول اللي عندك يا عبد الحميد. اللي عندي انا قلته لك يا فهمي يا اخويا. قال لك ايه يا فهمي؟ قلت له ايه؟ اظن عملت نفسك ملاك وطلعتني انا اللي غلطانه زي عوايد. يا بنتي اهدي واصبري، خلي اخوك يتكلم. وايه فايدة الكلام؟ احرم نفسي من كل حاجة عشان خاطرك وخاطر اولادك، والاخر يروح يشتكيني لكل الناس. بقى انا اللي باخد اللي بيدك، انا بقصقص ريشك ليه؟ هو انا ماليش ماهية زيك؟ ده انت اللي حارمني من كل حاجة. واحدة غيري ما تعملش اللي انا بعمله ابدا. هو انا كنت بتعلم واتوظف علشان اشقى واتعذب؟ ما ترد، ما تتكلم، ساكت ليه؟ ولا شاطر كل ما تقابل حد تقول له مضيعة ماهيتها على الفتاتين؟ فين هم الفتاتين دول اللي عندي؟ جبت شوال زي بتوع الشولة؟ ده انا حتى ما حصلتش المحجبات اللي قاعدين في البيوت. يا ريتني ما اتعلمت ولا اتوظفت ولا اتجوزت. يا بنتي صبرك، حرام عليك يا نفسك، ما تعيطيش يا بنتي. يا سرايا حلمك شوية. طب خلوه يتكلم اذا كان يقدر يتكلم، اما نشوف هيقول ايه. اتفضل اتكلم. قول يا ابني اللي عندك. يا ناس انا اخرس ما بتكلمش، فقدت النطق عشان مش لاقي حاجة يقول. بابا تعالي يا حبيبتي، تعالي يا سوسو. انت فين يا بابا؟ انت كنت فين؟ انا في الدنيا يا بنتي. تعالي يا سوسو. فين اخواتك؟ علاء راح عند طنط بهية، وثانية راحت معاه كمان، وانا جيت مع مامي. شفت الفستان الجديد بتاعي يا بابا؟ روحي العبي يا سوسو مع اولاد خالي. روحي يا حبيبتي روحي. ها؟ اما وري البابا الفستان اللي انتوا فصلتوه
عملتهولي يا ماما. حلو حلو يا بابي. حلو قوي يا حبيبتي. ماما هي اللي عملتهولي على ايدها. طيب يا حبيبتي، مبروك، حلو قوي. ماما بتفصل كويس احسن من الخياطة. روحي بقى يا سوسو، ما تبقيش رزلة. يلا يا بنت. ما انا خارجة اهو. ايه هو ده؟ بتطردونا ليه؟ ما نروح بيتنا احسن، هو احنا ملناش بيت يعني؟ يلا يا سوسو، امال يلا. هتخليك معانا يا بابا؟ اطلعي يا سوسو، اطلعي، روحي العبي مع اولاد خالي. تعالي، باي باي. قلت ايه يا عبد الحميد؟ انا لسه اخرس يا سي فهمي، ما بتكلمش، فائد النطق. يعني ايه فائد النطق؟ مالكش لسان؟ عاوزاني اتكلم؟ ده بتخوفني. ما تتكلم. هتقول ايه؟ خدت منك فلوس علشان خياطة هدوم الاولاد ورحت فصلتهم بايدي، مش كده؟ بوفر يا اخي، وماله؟ انما اسألني وديت ال3 جنيه اللي خدتهم منك فين؟ اسألني. وديتيهم فين يا سرية؟ مش ده السؤال يا فهمي، قول لها خدتيهم ليه؟ عيطت لحد ما خدتهم ليه؟ لبيتك يا ابني، هي محتاجة فلوسك. وحياتك يا نينا تريحي نفسك انت شوية، ريحي نفسك. ايه، مش عاوزني ادافع عن بنتي؟ بنتك يا ماما ليها لسانها وتقدر تدافع عن نفسها كويس، دي متعلمة وموظفة. دافع عن نفسك يا سرية. ادافع عن نفسي من ايه انت راخر يا فهمي؟ هو انا ارتكبت جريمة؟ خدتي منه فلوسه ليه لما انت ناوية تفصلي الهدوم بايديكي ولا تجيبيش خياطة؟ اولا دي مش فلوسه. ازاي يا بنتي مش فلوسه بقى؟ يمكن فلوس الجيران. ما تتشطرش قوي كده. هو مين اللي كان عليه يجيب هدوم الاولاد في الصيف؟ مش انت؟ انا اللي جايبه لهم هدوم الشتاء من ماهيتي، وانت اللي عليك هدوم الصيف. الاتفاق كان كده وماشيين على كده من سنين فاتت. الاتفاق بعد غضبك السنة اللي فاتت انك انت تجيبي هدومك وهدوم الاولاد كلها، وانا عليا كل الحاجات التانية من ورقة الملح لأجرة البيت. طب ما تزعقش قوي كده، هتخوفني. انا ما زعقتش ولا بخوف حد. تبقى انت اللي غلطانة يا سرية، انت اللي كسرت الاتفاق. ليه بقى؟ مش انت يا بنتي اللي خدتي منه 3 جنيه عشان تفصيل هدوم الاولاد وفصلتيهم بايديكي؟ هو اللي اداهم لي من محفظته بنفسه تحت ضغط العياط والزعيق والتهديد بالغضب. يعني ما كانش هاين عليك تدفعهم كمان وبتقولها بلسانك كده؟ مش احسن ما انت بتصرفهم في الكلام الفارغ؟ ويعني انا وديتهم فين؟ ما هنش عليا جبت لك بيهم بيجامتين. انا ناقص بيجامات؟ ما انا عندي 4 بيجامات. احسن من الكلام الفارغ. الكلام الفارغ؟ الكلام الفارغ ده ايه؟ روح اسأل اللي بيقعدوا معاك في القهاوي، بيبعتر فلوسه يمين وشمال ولا كأنه وارد. انا حر في فلوسي. فلوسك منين؟ لا مش مصروف ايده يا سرية. واحد غيره كان زمانه بيحوش، يبطل السجاير، يبطل قعاد القهاوي، يبطل الخروج. اشمعنى انا ماليش مصروف ايه؟ اشمعنى انا ما بقعدش على قهاوي؟ يا بنتي وانت راجل زيه عايزة تقعدي على القهاوي؟ انا مش اقل منه، انا بشتغل وباخد ما هي زي ما هو بيشتغل وبياخد ما هي. الله الله الله. لكن يا سرية انت ليكي وضع تاني. انا ليا بيتي واولادي وماهيتي اللي تكفيني وتكفيهم وتعيشني على راحتي وحريتي. يعني ايه الكلام ده؟ اذا كانت مش عاجباك العيشه دي اتصرف. شاهدين؟ سامعين؟ موافق على كده يا استاذ فهمي؟ موافقة على كده يا نينا؟ يا ابني استنى بس يا سي عبد الحميد. هي مش عايزاني اتصرف؟ انا هتصرف. اسمعني امال يا عبد الحميد. ده حسد والنبي حسد. عشان يبطلوا يقولوا عليهم سمنة على عسل. خلاص السمن يبقى لوحده والعسل برضه لوحده. والنتيجة يا بنتي
يعني انت دلوقتي يا سرية غضبانة من جوزك؟ تقريبا يا ماما. تقريبا ازاي؟ انت خايفة لحسن اقعد عندك؟ يا حبيبتي انت قاعدة على عيني وعلى راسي. لا مش قاعدة عندك، ما تعمليش حسابك اني هقعد عندك. انا ليا بيتي واولادي، لو انا مش هقدر افتح البيت بماهيتي لوحدها. امال بتخانقيه على مصروف ايده ليه؟ دي حاجة ودي حاجة. يا اختي روحي بلا كلام، والله انت غلطانة. انت زهقانة مني يا ماما، انا عارفة انك زهقانة مني. ما تخافيش، مش هكمل اليوم عندك. انا بس مستنية علشان بعت اجيب سعاد هانم مرات الاستاذ فريد. الاستاذ فريد ده ايه بقى؟ صاحبه اللي بيقعد معاه في القهوة. ليه؟ عاوزة تعملي ايه؟ عشان تسمعي بودانك اللي هتقوله سعاد هانم، وتعذريني انت وفاهمة اخويا. مش ده جرس الباب بتاعكم يا ماما؟ ايوه دي هي سعاد هانم. اوام جت لحقت، مادام عارفة ان فيه مصيبة تيجي جري. يا ماما روحي افتحي قبل، بلاش كلام. قومي يا اختي انت افتحي لها، ماليش دعوة. هي جيالك ولا جيالي؟ ازيك يا طنط، وازاي صحتك، وازاي الاستاذ فهمي، وانت زي عبد الحميد يا سرية؟ زي ما هو يا اختي. اسمعي يا سعاد، انا عاوزة منك حاجة وتقوليها بصراحة. ايه الحكاية يا سرية؟ جوزك الاستاذ فريد مش اعز صاحب لعبد الحميد جوزي؟ دايما مع بعض على القهوة. سامعة يا ماما؟ سامعة ايه يا بنتي؟ وماله يا سرية؟ مش اصحاب؟ ربنا يهنيهم ببعض، وفيها ايه؟ استني بس. قولي يا سعاد والنبي. اقول ايه يا سرية؟ جوزك بيقول على عبد الحميد بيعمل ايه في القهوة؟ جوزي انا فريد؟ ايوه، مش بيقول انهم مسمينه في القهوة الوجيه عبد الحميد؟ طيب ودي عيبها ايه يا سرية؟ استني بس يا ماما. قولي لها يا سعاد، قولي لها مسمينه ايه كمان. انا مش فاهمة قصدك ايه. بتوع القهوة كلهم مش بيقولوا عليه من كتر المصاريف اللي بيصرفها الوارث؟ مش كده؟ مش مسمينه الوارث؟ هو الحقيقة يا سرية يظهر جوزك ايده سايبة حبتين. سامعة يا ماما؟ ايده سايبة يعني ايه يا اختي؟ بيصرف كتير زيادة عن اللزوم ولا كأنه وارث. لدرجة ايه يا سعاد؟ لدرجة ان محدش من اللي بيقعدوا معاه قادر يجاريه. انا جوزي فريد بس يعني. قولي يا سعاد كل اللي عندك. بيعايرني ان ما طلعتش موظفة زي سرية وعندي ما هي صرفة في البيت، عشان كان يقدر ياخد حريته زي الاستاذ عبد الحميد ويبقى وارث. سامعة يا ماما؟ يا بنتي وده كلام ينقال، دول بيحسدوه على البعزاء اللي هو طالع فيها، وكل ده على حساب البيت والاولاد، وانا اللي حاربة نفسي من كل حاجة. يا ناري. طب ايه رأيك بقى يا ماما؟ بقى عشان كده بتاخدي منه مصروفه؟ لازم اقصقص جناحاته، مش هخليه يطير من على الارض، هجيبه الارض. ما تتعبيش نفسك يا سرية. اسيبه على حل شعره؟ انا حاولت المستحيل مع فريد، وجوزك انت اللي مقصر عليه. كل ما اكلمه كلمة يقول يا ريتني عملت زي عبد الحميد وخدت واحدة بما هي. سامعة يا ماما؟ يا بنت اهدي وعقلي. اعقل ازاي وهو عامل عليا وارث؟ الوجيه عبد الحميد، الوجيه الوارث. بتضحك على ايه يا سفاهم؟ بضحك عليك، لكن ازاي يسمعوا كده يا عبد الحميد؟ ده انت لا وجيه ولا وارث. ملاطيع القهوة يا سيدي، وراهم ايه غير الكلام الفاضي؟ لكن انا ما سمعتش الكلام ده ازاي؟ انت اصلك ما بتقعدش معانا كتير يا فهد. تعرف مين اللي مطلعها عليا؟ فريد حسين. انت بتضحك بجد؟ الست مراته خانقه جيبه ومقطره عليه تقطيره جامده، وهو عايز يخليها تبحبح له في المصروف. ملقاش طريقه الا انه يلزقها فيا. يلزقها فيك عشان ياخد فلوس زياده من مراته. طول النهار يفهمها انه غلط
ما اتجوزش واحدة موظفة زي سرية اختك علشان كان يقدر يعتمد على انها بتعاونه ويبقى معاه فايض في ايده. بقى كده ست مراته ما تتوصاش، طبعا بترضيه وتقوم في مخ مراتك انك مصدر تمرد فريد عليها. بالظبط يا سفاه، النكبة جاية من هنا. فهمت يا عبد الحميد، فهمت. وعشان كده سرية اختي راحت جابت سعاد لوالدتي وقالت لها انهم مسمينك الوجيه الوارث. هو ده السر اللي مخلي سرية تغضب. لكن ده انا كنت فاهم ان اختي سرية مش ممكن تتأثر بسعاد، بالقليل سرية متعلمة. مهما كانت متعلمة دي غريزة يا حبيبي، لكن انا عذرها برضه. تعرف انها امبارح بالليل حاولت تفتحني في الموضوع ده قدام الاولاد. تفتحك ازاي؟ وانتوا بتكلموا بعض؟ الكلام العادي، انما طبعا هي مخصماني وزعلان. وانت ما حاولتش تصالحها؟ اصالحها اقول لها ايه؟ فهمها يا اخي، فهمها السبب اللي مخلي فريد يسميك كده ويأثر بكلامه على مراته علشان تزود له في البحبح. اظن دي بقى ما تجيش مني يا سفاه. طب انا هفهمها انا بنفسي بقى. على كل حال سرية اختك قبل ما تكون مراتي. تيجي ضدي وانا اختك، هو اللي غلطان. بس ما تزعقيش يا سرية، انا مش عاوز عبد الحميد يسمعنا. مش ممكن تكون سعاد قصدها توقع بينا. انا ما قلتش انها بتوقع، انا بقول انها عاوزة تبعد جوزك عن جوزها علشان ما يعايرهاش بيكي، تقوم تفسد العلاقة اللي بينا. اهو ده اللي حصل بالفعل. وعبد الحميد عارف كده؟ ما عرفتش الا النهارده. تعالى هنا، انت بتتكلم منين؟ بتكلم من الاوضه الثانيه من ورا الباب. بتتصنت علينا يا عبد الحميد. كنت بتقول سر، انا كل همي الحقك قبل ما اتلخبط. الخبط ايه؟ السمنه على العسل. طب يا ريته يتلخبط، يبقى احسن واطعم. ايوه كده امال، ردوا على بعض، ما تبقوش رزلين، خليكوا سمنة على عسل زي ما احنا فاهمينكم. قدمنا لكم سمن على عسل. سمن على عسل تمثيلية من تأليف نعمان عاشور. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات زهرة العلا، عبد المنعم إبراهيم، عواطف الحملاوي، عباس نويتو، إحسان شريف، أدرية أدري. ساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. التمثيلية من إخراج أحمد كامل مرسي.